دايما الناس اللي بتشوف شخص بيعرف يحل المكعب ده بيعتبروا ذكائه اعلى من ذكاء باقي البشر، مع ان في الحقيقه لما تكبر وتبدا تحل الحاجات دي اكتر واكتر هتكتشف ان الشخص ده ذكائه مش اعلى منك ولا حاجه، بس الفكره كلها ان هو عارف يقسم الحاجه الصعبه لخطوات صغيره. اي حاجه في الدنيا كده، الفيزياء، الكيمياء، الاحياء، المكعب ده، كل حاجه تتقسم لخطوات هتتحول لحاجه سهله وبسيطه معاك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، طلاب ثالثه ثانوي، اهلا بيكم. طيب احنا دلوقتي هنتكلم عن توزيع التيار بالنسبه للمسائل بتاعه المقاومه. انت عندك في توزيع التيار 3 طرق لتوزيع التيار، يا اما بطريقه النسب، يا اما بطريقه حساب فرق الجهد، يا اما بالقانون. على حسب انت دماغك شغاله ازاي وانت عايز انهي طريقه. كل ما انت تتطور في المنهج هتلاقي نفسك انت مايل لطريقه النسب اكتر. انت تبقى حافظ نسب ماشيه ازاي في التيار وهتوزع على اساسها التيار ماشي ازاي. اما الطريقتين دول يعتبر اللي هو ايه، ما دام انت لسه جديد الطريقتين دول بالنسبه لك هيبقوا مريحين. ازاي الكلام ده؟ يعني مثلا انا لو طلبت منك انا عايزك تحسب لي التيار اللي داخل المقاومه 10 دي، معاك اكتر من طريقه، يا اما تحسبها بطريقه النسب يحسب بفرق الجهد، يا القانون. القانون اللي انا ممكن احسب بيه هنا الاي اكس بتساوي ار واي على ار اكس زائد ار واي، وكل ده مضروب في الاي توتال اللي هو التيار الكلي. معناه ايه الكلام ده؟ انا مثلا عايز احسب التيار اللي داخل المقاومه 10 دي، انا هسميها المقاومه دي مقاومه اكس، يبقى انا عايز احسب التيار اللي هو اي اكس، ودي هسميها واي، الخمسه دي هسميها واي، والتيار اللي دخلها اسمه اي واي. تمام؟ لما عاوز احسب الاي اكس لازم اجيب المقاومه دي واقسمها على مجموع المقاومتين دول واضربهم في التيار الكلي اللي داخل لي هنا. لما اجي احسب او اطبق القانون ده هلاقي القانون ده مثلا بيقول لي 5 على 10 زائد 15 يعني تلت، تمام؟ مضروبه في الستة، تلت الستة 2، يعني معنى كده ان التيار اللي داخل المقاومة 10 هو 2 امبير. 2 امبير، 5 على 5 زائد 10 مضروب في 6، ده هيساوي 2 امبير. دي طريقة مباشرة وبسيطة عشان تحسب التيار اللي داخل للمقاومة اكس او المقاومة اللي فوق. طيب الطريقة الثانية اللي هي بتاعت حساب فرق الجهد، علشان تستعملها انت محتاج تكون عارف تيار فرع من الفروع دي. يعني انت لو عارف تيار الفرع ده اللي هو الاي اكس، لو قلنا مثلا احنا حسبناه طلعناه ب 2 امبير في التوصيل التوازي زي ما احنا كنا بنشرحه الفيديو اللي فات، احنا قلنا ان في التوصيل التوازي في حاجه بتتثبت. ايه الحاجه اللي بتتثبت دي؟ فرق الجهد. فلما احسب فرق الجهد على المقاومه دي هلاقيه هو فرق الجهد على المقاومه دي. طيب ايه قانون فرق الجهد؟ انت خدت قانون فرق الجهد ان الفي بتساوي اي في ار، يعني معنى كده لو ضربت التيار ده في المقاومه دي اللي هو 2 في 10 هيساوي برضو حاصل ضرب التيار ده في المقاومه دي اي واي مضروب في المقاومه اللي هي 5. هتضرب دي في دي وتقسمها على 5 عشان تطلع لك نسبه الاي واي. تمام؟ دي الطريقه الثانيه اللي هي بحساب فرق الجهد. يبقى انا عندي طريقتين، طريقه اللي هي بالقانون، وانا هستعمل القانون ده امتى؟ لما يكون معايا التيار الكلي وقيمه كل مقاومه موجوده معايا. هستعمل طريقه حساب فرق الجهد امتى؟ لما يكون مديني قيمه تيار من تيارات الفروع دي، ساعتها ممكن استعمل الحساب بفرق الجهد عشان فرق الجهد في الطرفين متساوي. طيب الحاله الثالثه اللي هي اللي مش بيستعملها غير الشطار او المدرسين، اللي هو تلاقي المدرس بيحسب لك المساله دي بمجرد النظر. التيار اللي داخل لي 6، لو انا ركزت هلاقي ان انا هنا في 5 اوم، يعني انا معايا 5 واحده بس هنا. ال10 دي فيها 5، يعني انا كده ممكن اقسم ال6 دي على 3. ليه؟ عشان معايا 5 هنا و5 هنا، يعني نسبه بين المقاومات دي قد دي مرتين، دي قد دي مرتين، يعني معنى كده ان التيار هيدخل في واحده قد الثانيه مرتين. طيب انا معايا 6، ال6 دي لو هقسمها على 3 يبقى واحده فيهم 4 والثانيه فيهم 2. بمعنى ايه؟ بمعنى المقاومه دي 5 اوم والمقاومه دي 10. في الدرس الاول خالص في اول فيديو انت خدته معايا انا قلت لك ان التيار بيتناسب عكسي مع المقاومه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني المقاومه الكبيره تاخد التيار الاقل. طيب مين المقاومه الكبيره هنا؟ ال10.
انا اتفقت ان النسبه بتاعتي هتبقى 2 او 4. ما دام ال10 هي الكبيره يبقى تاخد التيار الصغير، يبقى التيار اللي داخل 10 هنا 2 امبير. طيب التيار اللي داخل ال5 اوم دي هو اللي هيبقى الباقي، اللي هو هيبقى 4 امبير. لما اجمعهم مع بعض هلاقي التيار الرئيسي بتاعي 6. دي الثلاث طرق بتاعه حساب نسبه توزيع التيار على المقاومات. طيب الجزء الثاني اللي احنا هنتكلم عليه في الفيديو ده هو توزيع الجهد الكهربي. لما انا اطلب منك مثلا ان انا عايز قيمه فرق الجهد اللي موجود على المقاومه دي، قيمه فرق الجهد او قيمه فرق الجهد اللي على المقاومه دي، احنا بنحلها ازاي؟ انا معايا طريقتين، وزي ما اتفقنا طريقه النسب دي ده لو انت اللي هو ايه شاطر بغباء في الفيزياء ساعتها تستعملها، او حليت مثلا 50 60 مساله مقاومات وتوزيع جهد وتوزيع تيار، فبالنسبه لك النسب دي هتبقى سهله. لو انا مش شاطر للدرجه دي او انا عارف نفسي مثلا مش هوصل للمرحله دي، ساعتها عادي جدا بحسب شده التيار بشكل طبيعي. بس اول حاجه تعال نبص على المساله بتاعتنا دي. انا عندي البطاريه بتطلع لي فرق جهد ب10. لو بصينا هنلاقي ان فرق الجهد اللي على البطاريه دي هو الفرق الجهد اللي موجود على المقاومات دي. يعني انا ممكن اقول ان فرق الجهد هنا 10 ما بين المقاومه دي والمقاومه دي، فرق الجهد هنا 10 وبرده فرق الجهد هنا 10. تمام؟ فساعتها هحسب اللي هو ايه كل فرع موجود عندي ب10 فولت. طيب انا عايز احسب فرق الجهد اللي موجود معايا على المقاومه دي او على المقاومه دي. الحل بتاعي ان انا لازم احسب شده التيار. احسب شده التيار. ليه احسب شده التيار؟ عشان انت لو ركزت هتلاقي المقاومتين دول توالي مع بعض، وفي التوصيل التوالي دايما الحاجه اللي بنثبتها فيه هي شده التيار. فبالتالي قانون شده التيار اللي معاك ايه؟ الاي بتساوي الفي على الار. يعني معنى كده لما انا اقسم فرق الجهد اللي موجود على المقاومه دي على المقاومه دي واساويه بفرق الجهد اللي على المقاومه دي على المقاومه دي، ساعتها هعرف احسب فرق الجهد بتاعي بشكل طبيعي. يعني هتبقى V1 على R1 بتساوي V2 على R2. انت عندك في الفرع ده موجود معاك قيمة المقاومتين، واحدة ب9 وواحدة ب3. V1 V2 على 3. تمام؟ انت عندك مشكلة، انت مش معاك فرق جهد لولا واحدة فيهم، ساعتها هتلجأ برضو لحساب التيار. هو انت التيار بتاعك بيتوزع على فرعين توازي. لو انت ركزت هتلاقي ان مقاومة الفرع ده 12 ومقاومة الفرع ده 9 زائد 3 12. طب دلوقتي المقاومات متساوية. المقاومات المتساوية دول يبقى هتخلي التيار يتوزع بنسب متساوية. يعني هيبقى هنا 2.5 وهنا 2.5. تمام؟ طيب التيار هنا اتوزع 2.5 وهنا 2.5، يبقى علشان اجيب فرق جهد على الاقل واحده فيهم اساوي الاثنين دول ب2.5 اللي هو التيار الكهربي. فاضرب 9 في 2.5 هيطلع لي الفي 1، واضرب 3 في 2.5 هيطلع لي الفي 2، وكده انت تحسب فرق الجهد بتاعي بشكل طبيعي. ده بالنسبه لقصه حساب فرق الجهد عن طريق حساب شده التيار. تاني انا عملت ايه؟ انا ثبت التيار بتاعي عشان المقاومتين دول توالي مع بعض. بعد كده قسمت التيار اللي داخل لي من الفروع، فرع خد 2.5 فرع خد 2.5. ليه النسبه كانت متساويه؟ علشان المقاومات في الفرعين متساويه، فبالتالي التيار هتوزع بنسب متساويه. وسويت بقى قانون التيار بتاع كل واحده فيهم بالثانيه. 2.5 بتساوي V1 على 9 وV2 على 3 بتساوي 2.5، واعمل طرفين في وسطين واحسب التيار بتاعي. طيب دي سكه. تاني سكه معايا اللي هي سكه النسب. واحده واحده عليا. احنا دلوقتي لو ركزنا هنلاقي في مقاومه عندي ب3 ومقاومه عندي ب9. دي قد دي كام مره؟ دي قد دي 3 مرات. تمام؟ يبقى عندي 9 فيها 3 تلاتات، ومعايا 3 واحده موجوده معايا هنا، يبقى انا كده معايا 4 تلاتات. يبقى ال10 بتاعتي دي هتتقسم على 4. تتقسم على 4. 10 على 4 فيها 2.5. طيب في الدرس الاولاني في اول فيديو احنا صورناه قلت لك ان فرق الجهد بيتناسب طردي مع المقاومه. يعني معنى كده المقاومه العاليه بتاخد فرق جهد عالي. تمام؟ طيب يبقى معنى كده انا قلت لك الثلاثه الواحده ب 2.5 فولت.
يبقى اذا فرق الجهد هنا ب 2.5. طيب فرق الجهد هنا في التسعه بكام؟ هضرب 2.5 دي في 3. 2.5 في 3 يبقى 7.5. يبقى هنا هيبقى 7.5 وهنا هيبقى 2.5 فولت. دي نسبة التيار بشكل بسيط. يبقى هنا انا عندي علشان احسب نسبة توزيع الجهد الكهربي انا عندي طريقتين، يا اما ان انا احسب شدة التيار بتاعة الفرع ده واساوي شدة التيار دي بالفرعين. الطريقة دي هتبقى سهلة معاك لو انت معاك فرق جهد في مقاومة واحدة فيهم على الاقل. لو انت مش معاك ساعتها عادي بعد ما تحسب شدة التيار تعوض بقى في قانون شدة التيار اللي هي الاي بتساوي الفي على ار، وتحسب بقى فرق الجهد بتاع اي مقاومة انت عايزها في الفرع ده. انت ملاحظ ان فرق الجهد حسابه او توزيعه اسهل بكتير من شده التيار. كانت بتقابلك مشكله في شده التيار اللي انت عندك علاقه عكسيه بين شده التيار والمقاومه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان المقاومه العاليه بتاخد شده تيار اقل والمقاومه القليله بتاخد شده تيار اكبر. فرق الجهد لا، فرق الجهد المقاومه القليله بتاخد الجهد الاقل والمقاومه الكبيره بتاخد الجهد الكبير. تمام؟ ده بالنسبه لتوزيع الجهد الكهربي. طيب تعالى بقى نيجي للطبق الرئيسي بتاعنا او المين ايفنت او اهم حاجه في الفيديو ده كله، اللي هي مكان الفولتميتر، او بالطريقه اللي هي بيحبها كتاب الامتحان والكتب الخارجيه قانون اوم للدوائر المغلقه. صيغه القانون بالنسبه لي اللي هو بيقول لك ان فرق الجهد بيطلع من البطاريه وبيتم استهلاكه في مقاومه داخليه جوه البطاريه وشده التيار. كل الكلام ده ما يلزمنيش. انت بالنسبه لك ده نظام جديد مالكش دعوه بالصيغه بتاعت القانون، ممكن اديها لك ككتابه على الشاشه لا اكتر ولا اقل. اما بالنسبه لي اللي يهمني في القانون ده حاجه واحده بس، مكان الفولتميتر. الدرس كله قايم على حساب قيمه فرق الجهد على حسب مكان الفولتميتر. تمام؟ انا عندي 6 حالات لمكان الفولتميتر وحاله واحده بس اللي هي بتاعت المتفوقين. تمام؟ ايه ال6 حالات دول؟ اول حاله لو الفولتميتر بتاعي موجود على مقاومه. خد بالك اي حاله من الحاجات دول فيها حاجتين مهمين، القانون اللي انا هستعمله واللي الرسمه البيانيه بتاعتي، ومن الرسمه البيانيه هعرف اطلع الميل بتاع الرسمه البيانيه. خد بالك فكره ان التيار يتناسب عكسي مع المقاومه وطردي مع المقاومه دي تنساها خالص، دي مش موجوده معايا دلوقتي نهائي. تمام؟ قانون اوم القديم انساه وابدا معايا قانون جديد بكل رسمه حاله للقانون ده. تمام؟ صلي على النبي ويلا نبدا شرح. في الرسمه دي الفولتميتر بتاعي على مقاومه وبيقول له احسب لي قراءه الفولتميتر، يعني هو عايز الفي. طيب دي مقاومه قيمتها ار والتيار اللي داخلها اي، ساعتها القانون بتاعي اللي هو العادي جدا قانون اوم اللي هو اي في ار بيديني فرق الجهد. طب لو حبيت ارسم علاقه بيانيه بين الفي والاي هيطلع لي على شكل خط مستقيم الميل بتاعه بيساوي الار كابيتال. دي اول حاله بالنسبه لي. طيب تاني حاله بقى معايا لو هو حط لي الفولتميتر على بطاريه ملهاش مقاومه داخليه، بطاريه من غير مقاومه داخليه، ساعتها الفي هتساوي ايه؟ الفي هنا هتساوي الفي بي او القوه الدافعه الكهربائيه للبطاريه بتاعتي. تمام؟ العلاقه البيانيه اللي هتبقى بين الفي والاي هتبقى بالشكل ده، مفيش علاقه اصلا بين الفي والاي هنا عشان الفي بتساوي الفي بي على طول دغري، ادي الفي وادي الاي، فالعلاقه بتاعتي هتبقى على شكل خط مستقيم ما فيهوش اي مشكله معايا. مهما تزود لي التيار قيمه فرق الجهد ثابته ما دام مفيش مقاومه داخليه تستهلك لي من فرق الجهد ده. تمام؟ ده بالنسبه للحاله الثانيه، والميل هنا بيساوي صفر، الميل هنا بيساوي صفر. طيب نيجي بقى على الحاله دي. لو قلت لك ان الفولتميتر بتاعي على البطاريه دي وليها مقاومه داخليه اسمها ار سمول، لما يحط لك فولتميتر على بطاريه وليها مقاومه داخليه فانت بتبص البطاريه دي ليها مقاومه داخليه ولا لا، دي اول حاجه. تاني حاجه اتجاه التيار فين، هل هو التيار ده داخل البطاريه بتاعتي ولا خارج منها؟ وصلت لك الفكره ماشيه ازاي؟ ليه ده يفرق معايا؟ علشان هنا قراءه الفولتميتر بتاعي هتساوي الفي بي بس ايه بقى؟ ناقص الاي في الار سمول، الاي في الار سمول. ليه طرحت؟ عشان البطاريه هنا في وضع التفريغ، هي اللي بتدي طاقه للدايره، بتفرغ الشحنه بتاعتها وبيتم استهلاك جزء من فرق الجهد جوه البطاريه عشان جواها مقاومه داخليه. فهمت الفكره ماشيه ازاي؟ يبقى القانون اللي انا هستعمله هنا لما يكون البطاريه في وضع التفريغ الفي بتساوي في بي ناقص اي
ار. طيب ده بالنسبه لفرق الجهد. العلاقه البينيه بقى هتبقى بالشكل ده، هتبقى ادي الفي وادي الاي، هتبقى على شكل خط مستقيم بس مش طالع من الصفر، لا ده طالع من هنا. في حاجتين مهمين بالنسبه لي، قيمه النقطه دي بكام وقيمه الميل بكام. قيمه الميل دي معادله خط مستقيم مش بادئ من الصفر، فساعتها الميل هيساوي سالب ار، يعني الاسلوب هيساوي سالب ار. تمام. طيب هنا النقطه دي معناها ايه؟ النقطه دي هي الفي بي، هي الفي بي. ليه هي الفي بي؟ علشان لو افترضنا ان التيار بصفر زي ما موجود هنا، التيار بصفر، فصفر في ار بصفر، هي تبقى قراءة الفولتميتر بتاعي بتساوي الفي بي. وصلتك الفكرة ماشية ازاي؟ يبقى بالنسبة لي الرسمة هنا او العلاقة البينية خط مستقيم مش طالع من نقطة الاصل، لا ده طالع من قيمة الفي بي. تمام؟ ده بالنسبة لو البطارية بتاعتي في حالة التفريغ دي لازم اخد بالي من حاجة، انا لما ازود شدة التيار ده هيقلل لي قراءة الفولتميتر بتاعي. ليه؟ علشان علامة الناقص دي معناها علاقة عكسية، معناها علاقة عكسية. لو هنا علامة زائد ساعتها لما ازود شدة التيار فرق الجهد بتاعي بيزيد. تعال بقى نبص هنا في الرسمة دي، البطارية هنا ليها مقاومة داخلية اللي هي ار سمول، ليها مقاومة داخلية ار سمول، والتيار الكهربي رايح عند البطارية. معنى ان التيار الكهربي رايح للبطارية يبقى البطارية دي في حالة شحن، البطارية بتتشحن. ساعتها لما اجي احسب جهد او الجهد الفولتميتر اللي على البطارية دي، فالفي هتساوي نفس القانون ده بس هتبقى العلامة زائد، الفي بتساوي في بي زائد الاي ار. وخد بالك ما دام في هنا علامة زائد يبقى معنى كده ان العلاقة بين شدة التيار وفرق الجهد علاقة طردية، لما ازود شدة التيار ده هيسود لي قيمة فرق الجهد اللي موجود على البطارية بتاعتي. ده بالنسبة للقانون بتاع الرسمة دي. نيجي بقى للرسمة دي، لو البطارية بتاعتي في حالة تفريغ او شحن ايا كان بس جوه حدود الفولتميتر في مقاومة ثابتة، في مقاومة ثابتة، ساعتها ايه اللي بيتغير معايا في القانون ده؟ ولا اي حاجة غير ان انت هتضيف الار الزيادة دي، هتضيف الار الزيادة، يعني هتبقى الفي هنا هتساوي في بي ناقص، عشان انا في وضع التفريغ، ناقص اي في ار كابيتال زائد ار سمول، المقاومة الخارجية دي زائد المقاومة الداخلية اللي هي بتاعة البطارية، المقاومة الداخلية بتاعة البطارية. وساعتها العلاقة بين الاي والفي علاقة عكسية عشان في هنا علامة ناقص. الحالة الأخيرة اللي معايا لو أنا عندي البطاريتين عكس بعض في الاتجاه والفولتميتر عليهم هما الاتنين، ساعتها الفي هتساوي الفي بي 1 ناقص الفي بي 2، قوة دفع كهربائية للبطارية الأولانية ناقص القوة الدفع الكهربائية للبطارية الثانية. طيب لو البطاريتين دول في نفس الاتجاه مع بعض، هنا عكس بعض في اتجاه، طب لو هما لو في نفس الاتجاه ساعتها الناقص دي بتبقى زائد، الناقص دي بتبقى زائد. وخد بالك في الوضع ده انا بعرف انهي بطارية في وضع الشحن ووضع التفريغ، اللي بتبقى في وضع الشحن هي البطارية اللي بتاعت في بي اقل، تمام، والفي بي الاعلى بتاعت البطارية الاعلى ساعتها دي اللي بتبقى في وضع التفريغ. تمام. ده بالنسبة للست حالات بتوع قراءة الفولتميتر. تمام.